إكرامي، أخبار رمضان صبحي بقالنا كتير ما وصلتناش أي أخبار. ما طمناش عليه. ما طمناش عليه يعني. إيه في معلش يا كابتن، هو الموضوع ممكن يكون بيضايق يا كابتن اكرامي، ربنا يا رب يفك كربه. روق يا حبيبي، ان شاء الله ربنا يكرمه ويقف جنبه ان شاء الله. أنا قبل السفر لو تتذكر في بداية المشكلة بتاعت رمضان قلت لك إن هو كان حالته النفسية سيئة ولكن بقى كويس يعني. اتضح إن كل الكلام ده مش مظبوط خالص. لا والله. هو كان بيتماسك قدامنا. لكن الفترة اللي فاتت ديت بعد ما رجعت من السفر ورحت له، وطبعا زوجته بتروح له وشريف، لا حالته النفسية سيئة جدا، سيئة فوق ما تتصور. معنوياته بقت في الحضيض خالص. احنا يا رب يعني ندعي ربنا يفك كربه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله. روح ان شاء الله يا كابتن. رمضان راجل يا كابتن، وان شاء الله محنه وهتعدي يا كابتن اكرامي، ويرجع لبيته ان شاء الله، ويرجع لبيته واولاده، وان شاء الله تكون طبعا بحكم ان انا راجل تكون تجربه كده يا كابتن، ويعدي منها ان شاء الله يا كابتن احمد. طبعا انا ماليش اتكلم في قضايا مهيب، بس بحكم ان انا كنت راجل قانون وبتاع. مش عارف اقول له ايه يا جماعه، مش عارف. معلش اقول له ايه. لازم يكون في مراعاة لسن الولد وخبرته. طبعا لسه شباب وفي حاجات، حتى لو اخطا احنا مش بنتكلم في الخطا، القانون بيراعي هذه المواقف، وان شاء الله ربنا يا كابتن اكرام راجل كبير، حتى لو في لا قدر الله ادانه هيتراعى. سن وهو لسه بدايه حياته وشاب ومش ان شاء الله هتعدي يا كابتن. والقضاء المصري قضاء رحيم يعني دايما بكل حاجه، واحنا ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله. ما تعرفش يعني الخير فين. يعني ساعات بنحس ان الحاجه دي شر ويكون جواها خير. هو مهيب رمضان راجل والله، يعني انا مقدر كلام كابتن اكرامي، لكن رمضان انا اتعاملت معاه راجل، وان شاء الله محنه وهتعدي ويرجع لبيته واولاده، لان هو زي ما يقول الكابتن احمد اي حد ممكن يغلط، اي حد لو لسه شاب صغير ممكن يغلط، بيتراعى في القضاء. وان شاء الله ان شاء الله احنا كلنا في ظهره، وان شاء الله كلنا بندعي له، وان شاء الله يبقى في بيته في الايام اللي جايه ان شاء الله. طبعا لازم نعذر نفسيته، وعنده بيته واسرته واولاده، وراجل نجم واسم في مصر. ان شاء الله ربنا يا كابتن اكرام ربنا كبير، القضاء رحيم دايما. القضاء المصري من القضاء اللي اتحط قوانينه بالرحمه بالناس كلها يعني.